بيبدأ الفيلم مع عربية ترحيلات ورايحة للسجن، وده كان سجن شديد الحراسة، ومن ضمن المساجين كان في شاب اسمه ريكي. وريكي ده كان محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنين بتهمة القتل غير المتعمد. وجهاز كشف المعادن بيرن لما ريكي عدى من عليه، فالظابط بيفتشه علشان بيحسوا ان معاه سلاح، بس مش بيطلع معاه حاجة، فبيوديه على جهاز الأشعة وبيكتشفوا وجود 5 رصاصات في صدره. والحراس بيتصدموا وما كانوش فاهمين ازاي ده حصل. والحارس بيقول احنا هنستدعي الدكتور عشان يشيل من جسمك الرصاصات، بس ريكي بيرفض وبيقول له انا سايبهم في جسمي كتذكار. وبعدها الحراس خدوا المساجين على الزنزانات بتاعتهم، وبنعرف ان السجن ده مقسم ل4 اقسام، وكل قسم بيحكموا مسجون معين، والمساجين ال4 دول واخدين الاذن بكده من مدير السجن، وال4 دول مسمين نفسهم عصابة ال4. وتاني يوم صمويل الدراع اليمين لحاكم القسم الشمالي للسجن بيؤمر رجالته يتنمروا على عجوز اسمه ما كانش فاهم هما بيتنمروا عليه ليه، لانه دايما في حاله طول الوقت ونفسه يخلص مدة السجن عشان يقابل مراته واولاده. وبيقع منه لعبة كان صانعها لاولاده، وصمويل مسك اللعبة وبيقول له انا عرفت ان طلبك لخروجك المبكر من السجن تم قبوله، وكده انت هتخرج قبل ميعادك. بس صمويل كسر عليه اللعبة وبيقول له ما ينفعش تقدم طلب في السجن الشمالي الا لما ترجع لي. وصمويل بيكمل عليه وبيضربه وبيسبب له اصابة مؤلمة في وشه، ورجالة صمويل بيستهزئوا بيه. وفجأة ريكي بيظهر ووقع صمويل على المسامير، وصمويل اتصفي عينه اصابة جامدة جدا. والمسجون سنت كان عايز يضرب ريكي، لكن ريكي بص في عينه وخوفه. فرجالة صمويل بسرعة بياخدوا ديلهم في اسنانهم وبياخدوا القائد بتاعهم وبيجروا. وفي المشهد اللي بعده بنشوف صمويل بعد ما تعالج ولف الشاش على وشه، وكان متعصب جدا بسبب اللي ريكي عمله، وبيقول انا لازم انتقم منه. ورجالته بيقترحوا عليه يخلي لونج يخلص على ريكي، وصمويل بتعجبه الفكرة وبيوافق. وراح اتكلم مع حارس فاسد وسأله امتى العجوز ما هيخرج من السجن، والحارس قال له بكره. فصمويل بيقول له انا بعرض عليك تاخد مرتبي بتاع الشهر ده، وفي المقابل عايز منك حاجتين. اول حاجه تخرج لونج من الحبس الانفرادي، وتاني حاجه تروح للعجوز وهتكدب عليه وتبلغه ان طلب خروجه من السجن اتلغى. والحارس الفاسد بيوافق وبيروح لما وبيبلغه ان طلبه اترفض. وما بيقول ازاي الطلب كان متوافق عليه، واول ما كان هيزعق الحارس ضربه عشان يسكته. وما بيتضايق جدا لانه كان نفسه يشوف مراته وعياله، وقلبه بيتكسر وبيحس انه مبقاش في حاجه يعيش عشانها. وبالتالي بالليل بينتحر وخبر وفاته بينتشر في السجن، والمساجين بيحزنوا عليه لانه كان شخص طيب، وبيقولوا ان ما اصلا دخل السجن ظلم لانه خبط واحد بالعربيه اثناء ما كان في مشوار بيوصل مراته للمستشفى. وبعدها الحراس بينقلوا جثه ما من السجن، وريكي فجاه بيظهر في الحوش وبيقول للحراس انتوا حاطين في ايده الكلبشات ليه وهو اصلا مات. وبيكسر الكلبشات بايده وبيحط معاها اللعبه اللي صنعها لعياله بعد ما ريكي صلحها ورجعها زي ما كانت. وريكي كان حزين عليه جدا لان ما ضحيه صمويل المفتري. وتاني يوم كل مسجون بيخش الحمام عشان ياخد دش، وصمويل كان متحلف ان هو يقتل ريكي. وفجاه بيظهر المسجون العملاق لونج وضرب ريكي ضربه واحده وطيره، وكان بيجري عليه علشان يضربه، بس ريكي سدد له ضربه قويه جدا في بطنه، والضربه بتخترق بطنه وبتقضي عليه. وصمويل هجم على ريكي بالمسمار، بس ريكي ولا بيتاثر من المسمار اللي عدى من ايده الناحيه التانيه، وبيكسر ايد صمويل وضربه ضربه واحده وقتلوا بيها. والحراس بيقبضوا على ريكي وبياخدوه معاهم، بس بيعترض طريقهم ليو اللي يبقى حاكم القسم الشمالي من السجن، وبيقول لريكي انت شاب شجاع جدا، وريكي مش بيهتم لكلامه. والحراس خدوا ريكي للحبس الانفرادي، وريكي بيحس بألم في صدره، والألم ده بيفكره بذكريات الماضي لما كان طالب في المدرسة الثانوي وراح على قبر والده ووالدته وشاف عمه شان لأول مرة. وشان بيسأل ريكي عن مهاراته في الفنون القتالية، فريكي بيستعرض مهاراته، بس شان ضربه لأنه شايفه ضعيف. وريكي طلب منه يعلمه الفنون القتالية علشان عايز يتعلم التركيز والتحكم في النفس، وعلشان يقدر يساعد الضعفاء. والشان بيوافق وبيقول له علشان تتحكم في نفسك لازم يبقى مزاجك مظبوط. قال له يعني اشرب شاي؟ قال له لا يا خفيف. وبيبدأ يعلمه التأمل والسلام النفسي، وبيقول له الأسلوب ده هيخلي عندك قوة لا تقدر بثمن. وشان بيجيب صخرة وبيكسرها بإيده، وبيأمره يستجمع كل طاقته ويدمر الصخرة. وريكي بينفذ الأمر وفعلا بيدمر الصخرة. وشان رمى عليه عدد كبير من الصخور وريكي دمرهم كلهم. وشان جري عليه بصخرة تانية وريكي دمرها بصدره. وشان فرح لأن ريكي اتعلم كل المهارات بسرعة. وبنرجع للوقت الحالي، والحراس بياخدوا ريكي لنائب مدير السجن اللي اسمه مارتن، والنائب بيؤمر الحارس يقرا ملف ريكي. والحارس بيقول ان ريكي يتيم الاب والام، ونشأ في دار ايتام، وما كانش متفوق في الدراسة فدخل كلية الموسيقى، وفجأة كده اختفى لمدة 2 سنين وقاتل عصابة الثالوث واتقبض عليه لما قتل واحد منهم.
بينهم. ومارتن بيمشي الحارس وبيسأل ريكي كنت فين في السنتين دول، وازاي صدرك دخل فيه 5 رصاصات وانت لسه عايش؟ وريكي بيتجاهله ولا حياة لمن تنادي. فمارتن بيقول له انت كده كده قاعد في السجن وهتعترف، يعني هتعترف وهتقول كنت فين في السنتين اللي اختفيت فيهم. وبيقول له كمان احنا وصل لنا صورة النهارده الصبح. وريكي بيقرب عشان يشوف الصورة، وفجأة مارتن طعنه بالسلاح اللي في ايده وكمان ضربه في وشه كذا ضربة. وبيقول له انا عايز اشوف قدرة التحمل عند الشخص اللي قتل صامويل ولونج. ونزل في وشه بشوية ضربات قوية، وريكي كان واقف ومستحمل الضرب وتف الدم على وش مارتن. ومارتن طبعا بيتعصب وبيوعده انه هيقضي عليه، وبيوري له صورة حبيبة ريكي. وريكي بيغضب وبيكسر الترابيزة، ومارتن ضرب عليه نار بس ريكي صد الضربة بالطبق وضرب الاتنين الحراس. ومارتن بيترعب من ريكي وبيقول له لو فكرت تضربني هتموت على الفور. وريكي بيوري له انه يقدر يخلص عليه لو عايز، وبياخد صورة حبيبته وبيقول له ما تتدخلش في شؤون الخاصة تاني. وبيرجع للزنزانة بتاعته وبيعزف على الناي وبيفتكر ذكرياته مع حبيبته يان لما كانوا بيلعبوا بالطيارة الورق وكانوا بيحبوا بعض جدا. وبيقطع شريط ذكرياته الحارس ده وبيأمر ريكي يوقف عزف. وتاني يوم سنت اللي كان الدراع اليمين لصامويل بقى بدون حماية بعد ما رئيسه مات، فبيتلم عليه المساجين اللي اتنمر عليهم قبل كده، وكمان علشان صامويل ورجالته كانوا السبب في انتحار ما الرجل العجوز. والمسجون كوان كان عاوز ينتقم ويقتله بالسكينة بس بيتدخل ليه وبيوقفه وبيقول له لو حصل وقتلته فانت مش هتخرج من السجن ده ابدا، وانت عارف القواعد وان انا بس المسموح ليا ان انا اقتل المساجين، فسيب سنت في حاله وانسى اللي حصل لما. بس كوان بيعترض على الكلام ده وبيقول له ايه فايدة القوانين في السجن وانت مش بتعمل بيها؟ انا شايف انك لا تستحق المكان اللي انت فيه. وليو بيغضب من الكلام ده وبيقتل كوان بالسكينة بكل دم بارد. ومارتن بيحضر وبيهني ليو على اللي عمله وبياخد جثة كوان علشان يستدرج بيها ريكي، وبيتكلم مع ليو في مكتبه وبيديله سكينة وبيأمره يقتل ريكي. وليو كان خايف لان ريكي مقاتل قوي جدا، وبيقف في الحوش وهو معلق جثة كوان وريكي بيبلع طعمه وبيجي وبيقلع الجاكيت بتاعه وبيجهز للقتال. وليو بيظهر مرة واحدة وبيضربه، وريكي بيكتفي بالتراجع. المساجين بينصحوا ريكي وبيقولوا له اهرب طالما ليو بيقاتل يعني هيقتلك، بس لو هتقف تقاتل فاحنا معاك. وبيقولوا له ما يخافش من ليو لانه يقدر يقتله. وريكي بيستجمع قوته وبينزل ضرب في ليو بضربات قوية، بس ليو رمى عليه مادة بتخلي ريكي مش عارف يشوف ومبقاش بيقاتل وبقى بيضرب في الهوا. وليو استغل الفرصة وطلع السكينة وضربه في وتر ايده. وريكي بيقرب من بلاعة المية وكسرها بكوعه وغسل عينه من المادة ورجع يشوف تاني. والمساجين كانوا بيشجعوا ريكي، وريكي قدر يضرب ليو في دماغه وخلع له عينه، وبيخيط الوتر المصاب في ايده بنفسه وسط ذهول من مارتن والمساجين. وليو بيدرك ان ريكي هيقتله فبيقرر يقتل نفسه بنفسه، لكنه بيطلع مصارينه وحاول يخنق ريكي بيها، لكن ريكي بيتخلص منه بسرعة وشاله في الهواء وضربه في الجمجمة ضربة قوية وموته. ايه يا رب العبث ده. وبعدها بينزل جثة كوان من على خشبة، وكان عنده امل ان كوان يبقى لسه عايش لكنه بيطلع ميت. وريكي بيقول ان مارتن السبب في وفاة كوان. والمساجين بيجروا على مارتن علشان يقتلوه وبيقولوا له ريكي بقى معانا واصبحنا مش خايفين من حد، لكن فجأة بيتدخل باقي اعضاء عصابة الاربعة وبيوقفوا المساجين وبيقتلوا 2 منهم بطريقة بشعة. ومارتن بيبدأ يقدمهم لريكي. ده وانج من القسم الغربي، وطيان من القسم الشرقي، وراجو من القسم الجنوبي. ومارتن بيقول لريكي وريني شجاعتك وانت بتقاتل ال3 العمالقة دول. والمساجين بيقولوا لريكي يلا نتجمع عليهم ونقتلهم، لكن ريكي ما كانش عاوز قتالات وخناقات من غير سبب، وبيشيل جثة كوان وكان ماشي. ومارتن بيتكلم معاه وبيعرض عليه منصب حاكم القسم الشمالي من السجن، بس ريكي بيتجاهله وبيجذب انتباهه مسجون اسمه ألين، وده بيكون ابن ليو اللي ريكي خلص عليه وكان حزين على وفاة ابوه. فريكي بيتعاطف معاه ويشوفه بيحاول يعزف على ورقة الشجر، فريكي بيقعد جنبه وبيحاول يعلمه ازاي يعزف على ورقة الشجر، بس ألين بيفاجئه وبيوريله ان لسانه مقطوع وعلشان كده مش عارف يعزف، واللي قطع لسانه كان مارتن علشان مارتن بيداري سر معين وألين عارفه. وريكي بيتصدم بس بيقرر يساعد ألين وبيديله اغلى حاجة يملكها وهو عصاية الناي بتاعته اللي بيعزف عليها. وألين بيفرح بيها جدا وبيدي لريكي الورقة ده كهدية، بس لما ريكي بيشمه بيكتشف ان ده ممنوعات وبيسأله انت جبته منين، وألين بيشاور له على القسم الغربي. وريكي بيتصدم انهم بيزرعوا ممنوعات في السجن وبيقرر يوقفهم بأي شكل. وبنكتشف ان هوانج حاكم القسم الغربي كان بيراقبهم وبيتجمع مع زمايله طيان وراجو وبيحكي لهم على اللي شافه، وان ألين قال لريكي اننا بنزرع
ممنوعات. وهوانج بينادي على ألين وفي البداية بيأمره يقتل ريكي، لكن ألين بيرفض، فهوانج بيعتبره خاين وبيقتله وبيرموا جثته قدام المساجين في الحوش علشان يبقى عبرة للمساجين. وريكي بيشوف جثته وبيمسك عصاية الني وبيكسر الني وبينفجر من الغضب. ومارتن بيتعصب ان ريكي عرف بسر زراعة الممنوعات في السجن، وفي نفس الوقت ده ريكي كان بدأ يولع في مزارع الممنوعات في القسم الغربي. وهوانج بيشوف الكارثة دي وريكي بيقول له انا هقتلك لاجل ألين، وهوانج بيقول له انا مش هسيبك تفلت بعملتك، وبيهجم عليه بكل قوته وبيستخدم اسلوب الكونغ فو الياباني وبيسدد له ضربات وحشية جدا في قلبه بسرعة رهيبة. والمساجين بيستغلوا ان في بوابة اتحرقت وكانوا رايحين يهربوا منها، ومارتن بيتعصب وبيأمر الحارس يتصرف ويمنعهم من الهرب. والمشكلة الاكبر بالنسبة لمارتن ان مدير السجن راجع من اجازته، ومارتن بيتوتر لان السجن في حالة فوضى، وبيأمر باطلاق انذار ساعة الصفر. بينما ريكي كان واقع على الارض وبيتألم، بس بيفتكر تعليم عمه شان وبيستجمع قوته وكان بيستعد علشان يتقاتل مع هوانج. لكن فجأة بيتدخل راجو حاكم القسم الشرقي، وهوانج بيستغل تشتت ريكي وبيهاجمه، وراجو بيهاجم ريكي بالسلاح بتاعه وبيكتفه. وطيان بيظهر وبيمسك ريكي وبيقول له انا مش هسيب ريكي يموت قبل ما اخش معاه في قتال. وساعتها جرس انذار ساعة الصفر بيشتغل وبيتقال في المايك كل المساجين يرجعوا للزنزانة بتاعتهم في خلال دقيقة، والا هيتم اطلاق النار فورا على الكل. وطيان مش بيهتم وبيفضل ماسك ريكي بالرغم ان هوانج بيأمره يقتل ريكي علشان يخلصوا منه. وبعدها ضرب النار بيبدأ يشتغل، فطيان بياخد ريكي للزنزانة لوحدهم، بس مرة واحدة اتفتح عليهم شلال من الاسمنت علشان يقتلوا ريكي بأي شكل. لكن ريكي بيحرر نفسه وبيهرب بسرعة من الزنزانة، وبنشوفه بعدها شايل طيان بعد ما انقذه من الاسمنت. وبيتفاجئ مارتن ان ريكي طيب للدرجة دي، وبنعرف ان مارتن ما كانش فارق معاه طيان يموت ولا لا، وكان عنده استعداد يضحي بيه في سبيل ان ريكي يموت. وريكي ما قدرش يقف على جسمه بسبب الاسمنت اللي مغطي جسمه، وبيقع وبيفقد الوعي. ومارتن بيقبض عليه، ومارتن بيؤمر الحراس يحبسوا ريكي. وتاني يوم مدير السجن ليجاسي بيوصل للسجن ومعاه ابنه المدلل وانج، وليجاسي بيعرف من مارتن ان مزارع الممنوعات اتحرقت، وليجاسي بيتجنن ساعتها وبياخد في ادويه. ومارتن بياخده لعند ريكي وبيقول له ان ريكي السبب في حرق المزارع. وبنشوف ريكي وهو مربوط وجسمه متغطي بالاسمنت، بس بمجرد ما شاف ليجاسي بيكسر الاسمنت والكلبشات وبيمسك ليجاسي من رقبته، لكن فجأة طيان بيكسر الحيطة وبيضرب ريكي وبيربط ايده بقضبان الزنزانة وبينزل فيه ضرب، وريكي مش قادر يتحرر منه، وطيان شغال ضرب فيه وبدون رحمة وبيمسك دماغه علشان يفجرها ويقتله، لكن ريكي بيتحرر منه وبيضربه ضربة واحدة وبيقتله بيها. ومارتن بيتصدم ومش بيقدر يستحمل المنظر، وليجاسي بيقرر يتخلص من ريكي وبينزل عليه كتلة حديدية ضخمة علشان تفرمه. وريكي بيحاول يصمد على قد ما يقدر، بس اللي بيصعب الموضوع اكتر على ريكي ان ليجاسي بيكهرب ريكي، وريكي مش بيقدر يستحمل وبيقع على الارض. لكن بيطلع ان طيان عايش وبيطلب من مارتن المساعدة، بس مارتن بيقول له انت ما بقاش ليك لازمة بعد ما اتهزمت من ريكي. وريكي بيكسر العمدان وبيخرج من الزنزانة وبيحاول يمسك الكتلة الحديدية علشان ينقذ طيان، لكن طيان مش بيقدر يتحرك وبيتفرم من الكتلة الحديدية ومش بيتبقى منه غير صورته مع امه. وريكي بيتعصب على مارتن وليجاسي وبيقول لهم كل مسجون اهله مستنينه يخرج بسلام وانتوا بتقتلوهم زي الحشرات. وليجاسي مش بيهتم لكلامه وبيوقعه في فخ جديد، وبيؤمر مارتن يجمع كل المساجين. وفي المشهد اللي بعده بنشوف ريكي في حفرة مربوط بسلاسل وحواليه كل المساجين، وليجاسي بيقول ريكي لازم يتعاقب على اللي بيعمله، انا بأمر كل المساجين يدفنوا ريكي وهو صاحي. لكن في 2 مساجين بيرفضوا لانهم بيحبوا ريكي، فليجاسي بيؤمر الحراس انهم يضربوا ال2 دول بالنار. فبقية المساجين بيخافوا وبيقرروا يطيعوا اوامر ليجاسي وبيتأسفوا لريكي على اللي هيعملوه. وكل مسجون بيتقدم وبيرمي كومة رمل على ريكي، وليجاسي بيقول ريكي هيتدفن لمدة اسبوع، وهو لو بعد المدة دي طلع عايش فانا هسيبه في حاله. وليجاسي كان بيقول كده لانه واثق ان ريكي مستحيل يعيش، ومش بيسيبوا لريكي غير عصاية هوائية يتنفس منها. والمساجين بالليل كانوا بيتمنوا ان ريكي يقدر يصمد ويعيش، وما كانوش هيسامحوا نفسهم لو حصل له حاجة. وهوانج وراجو بيحطوا في القصبة الهوائية حتة لحمة عشان تتسد وريكي يموت مخنوق، بس ريكي بيقدر يكسر القصبة وبياكل حتة اللحمة نية. وبيفتكر زمان لما حبيبته ين كانت راجعة من المدرسة وهي بتشوف الشباب في الشارع بيتعاطوا ممنوعات، وفجأة بيطلع عليها البلطجي ده وبيخطفها، وكان عاوز يقدمها للزعيم بتاعه اللي اسمه بولي، بس ين قدرت تهرب منهم وطلعت على السطح وفضلت تجري وبالغلط
بالغلط وقعت من على السطح وماتت. وريكي عرف باللي حصل لها وبيقرر ينتقم من اللي كان السبب، وبيروح يواجه بالي، وبالي بيضرب عليه 5 رصاصات في صدره، لكن ريكي ولا بيتهز وبينقض عليه وضربه في وشه وقتله وخد بعضه ومشي ولا كأن في حاجه حصلت. وكانت هي دي الجريمه اللي ريكي دخل بسببها سجن. وبنرجع للوقت الحالي، وبعد مرور اسبوع ليجاسي بيخرج ريكي من الحفره وهو كان معتقد انه مات، لكن ريكي بيفاجئ الجميع انه لسه عايش وبيكسر السلاسل الحديديه وبيتحرر. والمساجين كانوا فرحانين بيه، لكن هوانجي بيتدخل وبيضربه، وريكي بيفقد الوعي بسبب قله الاكل والشرب، ولما بيفوق بيلاقي نفسه متحوط بالحديد من كل اتجاه. وليجاسي بيقول له انت اكتر ولد شجاع انا شفته في حياتي، تعالى ننسى اللي فات ونكون اصدقاء لاني محتاج واحد زيك يبقى من رجالتي. وريكي قال له مستحيل الذئب والخنزير يكونوا صحاب، انت دمرت ناس كتير بسبب زراعتك للممنوعات وانا مش هسكت على الكلام ده. وراجو بيضربه علشان ما يتكلمش، وليجاسي بيقول لريكي كده احنا هنكون اعداء، وراجو بيفضل يضرب فيه. وليجاسي بيسأله كنت فين في السنتين اللي اختفيت فيهم، فهوانجي بيتدخل وبيقرر يتصرف معاه وبيطلع شفرات حاده وبياكلها ريكي وبيقفل على بقه عشان ما يخرجهمش، وده بيكون من اشد انواع التعذيب. وليجاسي بيقول له انت هتتكلم والا هتموت. ولما شال البلاستر من على بق ريكي تف في وشه الشفرات الحاده، فليجاسي بيؤمر بحبس ريكي دلوقتي. وفي مسجون بيتسحب وبيدي اكل لريكي وبيقول له خليه قوي عشان انت اللي هتخلصنا. وريكي اكل وشكره والمسجون مشي، لكن سنت شافه وبلغ مارتن، ومارتن بيجرجر المسجون على الارض وهو طعنه بطريقه وحشيه. ولما راح على زنزانه ريكي لقاه مش موجود، وده لان ريكي مستخبي في السقف. وبعدها قتل سنت وضرب مارتن ضربه قويه في وشه، وراح بسرعه يطمن على المسجون ولقاه بيموت خلاص. ومارتن بيلاقي كل المساجين متجمعين ومحاوطينه وبيقرروا يقطعوا ايده، والحراس بتتدخل وبتضرب المساجين، وريكي بيدافع عنهم وبيقاتل الحراس، والحراس بيخافوا من ريكي وبيتراجعوا كلهم. وريكي خد مارتن عشان يوصلوا لليجاسي، وليجاسي بيطلع مسدسه عشان يقتل ريكي والمساجين، بس المساجين بيصدوا ضرب النار في جسم مارتن. وفي الوقت ده هوانج ورجالته بيتدخلوا وبتدور معركه ما بينهم وما بين ريكي. وفي البدايه ريكي ما كانش قادر عليهم، خصوصا ان هوانج مهاري جدا في الكونغ فو. وراجو بيحرق ريكي بالميه المغليه، وريكي بيتفادى ضربه هوانج وبيقطع رجله بضربه واحده وبيقتله. وراجو بيحاول يهرب من المعركه، ولكن ليجاسي بيقتله وبيقول له انا مش بحب الجبناء، ومش بيرضى يقتل ريكي بالمسدس لانه فاهم ان ريكي بيقدر يستحمل ضرب النار. وبيطلع ان ليجاسي بطل خارق وبيتحول لوحش غريب وضخم، وبيقول لريكي وريني قوتك. وليجاسي بيضرب ريكي وبيكسر بيه الحيطه، وريكي بيرد عليه وبيخترق بطنه، بس ليجاسي مش بيتاثر وقوته بتزيد مع كل ضربه بيتلقاها من ريكي. وقوه ليجاسي كانت ضخمه جدا، بس ريكي بيستجمع كل قوته وبيضربه في اماكن مميته، وبعدها بيشيله وبيرميه في جهاز مفرمه الاكل، وليجاسي بيموت تماما. وريكي بيمسك دماغ ليجاسي وبيخرج بيها للمساجين والحراس وبيقول لهم مفيش قتال تاني هيحصل. وبكده ريكي يبقى انهى المهزله دي. واخر حاجه بيعملها ريكي انه بيدمر جدار السجن عشان يحرر كل المساجين. هو خلص الفيلم، بس مين قالك ان الفيديو خلص؟ لا احنا مطولين مع بعض حبه، في فيلم تاني هيتعرض دلوقتي لازم تشوفه، وقول لي رايك في الكومنتات. فيلمنا بيبدأ بكريفن وهو في عربية ترحيلات للسجن، وبيكونوا بينتقلوا لسجن في روسيا، ولما بيوصلوا بيتوزع في الزنزانة مع شخص بيكره ان يكون معاه حد في زنزانته، وبيقول لكريفن ان اكتر حد قعد معاه في الزنزانة دي قعد معاه شهر وخلص عليه، بس قال له كريفن انه هيقعد 3 ايام بس كحد اقصى. فبيضحك المسجون عشان اي حد بيجي في السجن ده بيبقى محكوم عليه بالمؤبد، لكن كريفن مش بيهتم وبيروح عشان ينام. وفي تاني يوم الصبح بينزل لساحة المساجين وبيتدرب بمعدات تخص اكبر عصابة في السجن. ولما رجالة العصابة دي بتيجي وبتقول له انه يسيب المعدات ما بيردش عليهم، فبينزلوا عليه البار، فبيرفعهم بالبار وبيخبط راسهم وبيمشي. والشرطة بتاخده لزعيم العصابة وبيبقى هو المسيطر في السجن ده على كل حاجة، وبيسأل كريفن هو يعرفه هو مين عشان يتجرأ ويعمل كده مع رجالته. والمفاجأة ان كريفن بيكون عارفه وبيقول له ان سيميون تشارني زعيم عصابة كروف. وساعتها بنلاحظ انه بياخد ناب النمر اللي متحنط في الارض من غير ما حد ياخد باله، بيمسك كريفن سيميون مستغرب انه عارفه كويس قوي كده، فبيسأله هو مين، وبيقول له كريفن انه صياد، بس مش صياد حيوانات لكنه صياد بشر مجرمين زيك.
وساعتها بيهجم على رجالته وبيموتهم بكل سهوله، وبيهجم على سيميون هو كمان وبيقتله. ولما الشرطي بيخش عليه بيرميه من فوق وبيبدا يهرب من السجن، وبتبقى طريقته تشبه مهارات كل الحيوانات وكانه عنده صفه من كل حيوان، وبيجري بسرعه كبيره جدا والامن مش بيعرفوا يمسكوه. وساعتها زميله في الزنزانه بيضحك عشان فعلا ما عداش 3 ايام وهرب، وبينجح في الهروب من السجن فعلا، وبيخش في عاصفه جليديه وبيلاقي ذئب وكان هيهجم عليه، بس لما بيشوفه بيهدى وكانه يعرفه. وساعتها بيجري على طياره مستنياه، وبنفهم انه كان مخطط لدخول السجن مخصوص عشان يخلص على سيميون زعيم العصابه. وهو في طريقه في الطياره بيرجع بذكرياته للماضي قبل 16 سنه، وبنشوفه لما كان صغير هو واخوه ديمتري وابوهم نيك اللي بيجي لهم وبيبلغهم ان امهم انتحرت. وكريفن بيزعل وبيقول له انت السبب، بسبب انك كنت بتحبسها وبتعاملها وحش، بس قال له ابوه لا، وانها انتحرت بسبب انها ضعيفه في عقلها. وكانوا فاكرين انهم رايحين على العزا، بس قال لهم لا، وانه مش عامل لها عزا، وبياخدهم على تنزانيا لرحله صيد هيصطادوا فيها الاسد زار، وده بيكون اخطر اسد في افريقيا. ونيك بيكون عاوز يعلمهم ازاي يصطادوا. وبننتقل لتنزانيا وبنشوف بنت اسمها كليبسو، وهي قاعده مع جدتها وبتبقى ساحره كبيره، وبتلعب معاها لعبه الطاروت اللي بيكشف مستقبلها. ولما بتشوف الورق بتقول لها انه هيحصل قدامها حادث مؤلم جدا لكن هينتج عنه قوه كبيره قوي، وبتدي لها مشروب سحري بينقذ اي حد من الموت علشان لما تشوف الحادث ده تستخدمه ساعتها. وبننتقل لنيك مع اولاده وهم في تنزانيا عشان يصطادوا الاسد زار، وفي خلال ما هم بيدوروا عليه بيصطادوا حيوانات تانية، وهم في طريقهم بيشجع ابنه كريفن على القتل، وانه لازم يكون شجاع وصياد ماهر، ومش بيوجه كلام لديمتري عشان عارف انه جبان. وفي تاني يوم بينضم ليهم ناس بتصطاد، وفي واحد منهم اسمه ألكسي وبيكون عايز نيك يشاركه في شغل العصابات، بس نيك بيسخر منه وبيقول له انه جبان ونكره ومستحيل يشارك واحد زيه، وبيسيبه وبيمشي. وبيكون ألكسي متضايق جدا من كلامه. وبعدها بنشوف كريفن وديمتري وهما ماشيين لوحدهم، ومره واحده بيلاقوا قدامهم الاسد زار، وكريفن بيصوب بالبندقيه عليه وبيحمي اخوه، لكن بيفضلوا يبصوا لبعض جامد واكن في لغه تواصل ما بينهم، وبينزل البندقيه. لكن ساعتها ابوهم بيجي وبيضرب طلقه على الاسد فبيتعصب وبيهجم على كريفن، وساعتها نيك بيضربه كمان طلقه، فالاسد زار بيمسك كريفن من هدومه وبيمشي بيه، ونيك واللي معاه مش بيعرفوا يعملوا له حاجه. وبننتقل لكليبسو وهي مع ابوها وامها، وبيبقوا في رحله عشان يصوروا الحيوانات، لكن كليبسو ما بتكونش مركزه معاهم عشان بتفكر في كلام جدتها، وبتسمع صوت زئير الاسد زار فبتحس انه بيناديها، وبسبب ان اهلها ما بيكونوش مركزين معاها بتنزل من غير ما ياخدوا بالهم منها، وبتفضل تمشي ورا الصوت. وبتلاقي الاسد زار وهو ماسك كريفن وبيبص لها وكانه بيطلب منها المساعده، فبتقع نقطه دم من زار في جسم كريفن وبيسيبهم وبيمشي. فكليبسو بتفهم ان دي الحادثه اللي جدتها قالت لها عليها، وبتطلع المشروب السحري وبتشربه له. وساعتها بنلاقي ان في قوه غريبه دخلت في جسمه بسبب الدواء السحري ونقطه الدم بتاعه الاسد زار. وكليبسو بتنادي باعلى صوتها عشان تطلب المساعده، وفعلا بتيجي طياره وبتاخد كريفن، وكليبسو بتسيب له كارت الطاروت والدواء السحري معاه في هدومه. ولما بينتقل للمستشفى الدكاتره بيفقدوا الامل عشان بيبقى شبه مات، وعملوا كل ما في وسعهم لكن من غير فايده. لكن فجاه بنلاقي الاسد زار وهو بيتألم، فكريفن بيرجع للحياه من تاني ولون عينه بتبقى نفس لون عين الاسد. وفي تاني يوم الصبح وهو في المستشفى بيلاقي الكارت في جيبه وبيبقى مش فاهم معناه، وبيجي له ابوه واخوه علشان ياخدوه البيت. ولما بيروح بيلاقي رساله من امه سايبها له قبل ما تموت، وبتقول له فيها انها مش عايزاه يكون رجل عصابات زي ابوه، وانه يكون رجل صالح. وساعتها ابوه بينادي عليه، ولما بينزل بيقول له انه كان ضعيف لما مرضاش يقتل الاسد، وانه عرض حياته وحياه اخوه للخطر بسبب خوفه، وانه مش لازم يخاف من اي حاجه علشان هو اللي هيمسك العصابات من بعده، وعلشان يقتل له خوفه فجايب له راس الاسد زار اللي خوفه. بس ساعتها كريفن بيتعصب عليه انه قتله، وبيطلع اوضته وهو متضايق وبيبص على الشباك بيلاقي صقر، وبيحس ان في تواصل ما بينهم، فبيبدا يحس انه عايز يعيش في الغابه وسطهم. وبيلم كل حاجته من الاوضه وبيلاقي اللبس اللي كان لابسه لما زار هجم عليه، وبيقع منها الانبوبه اللي كانت فيها الدواء السحري، فبيبدا يفهم انه عاش بسبب الدواء ده. وبيستنى الليل عشان يهرب من البيت، وبيمشي على السور عشان ابوه ما يحسش بيه، بس فجاه بيقع ولكنه بيتفاجئ انه ما حصلوش اي حاجه، وبدا يحس انه عنده قوه خارقه. وبيروح لسفينه عشان يهرب من البلد من غير ما ابوه يعرف مكانه، وبيوصل لروسيا وبيكون متجه لمكان تخييم كانوا بيقعدوا فيه مع امه قبل ما تموت. بس وهو في الطريق بيلاقي قطيع من الجاموس جاي عليه، فبيبقى مش عارف يعمل ايه وبيقف مكانه وهو خايف، بس بيتفاجئ لما بيلاقي ان مفيش حد خبطه، وبيلاقي واحد منهم واقف
واقف قدامه وبيحميه لغايه ما القطيع كله يعدي، وبعد كده بيسيبه وبيمشي وبيبقى مش فاهم ايه العلاقه اللي بتربطه بينه وبين الحيوانات. وبعد كده بيكمل طريقه وبيوصل لمكان التخييم بتاع امه وبيقرر انه يعيش فيه بقيه حياته. وبعدها بنشوفه وهو بره في الغابه وفجاه بيكتشف ان عنده حاسه سمع قويه جدا، وقوه التصويب بتاعته كمان بقت عاليه وقويه جدا. وبيلاقي غزاله وبيجري وراها وبيكتشف ان سرعته بقت خياليه لدرجه انه بيقدر ينط من مكان عالي جدا، وبيكتشف قوته الخارقه اكتر واكتر وهو عايش في الغابه. وفجاه بيسمع صوت ضرب نار فبيطلع على شجره عشان يفهم فيه ايه، وبيستغل قوه النظر والسمع القويه اللي عنده وبيلاقي انهم عصابه بتقتل الجاموس، وده علشان ياخدوا القرون بتاعتها ويبيعوها. فبينزل من الشجره وبيتحرك عليهم، بس لما بيوصل بيتعصب لما بيلاقي كل الجاموس ميتين بالطريقه دي. وفجاه بيظهر 2 من الصيادين وبيهددوه وبيقولوا له انه شاب صغير ويرجع لبيته، بس قال لهم ان الغابه بيته، وبينزل ياخد سكينه من الارض وبيخلص على واحد فيهم وبعدها بيخلص على التاني. وبيبدا يحس ان ده هيبقى دوره في الحياه، وهو انه يخلص على الناس المجرمين، وانه هيبقى صياد ناهر زي ما ابوه كان عايز، لكن هيبقى صياد بشر مجرمين مش حيوانات. وبنرجع لوقتنا الحالي وبيفوق كريفن من ذكرياته وهو في الطياره، وبنلاقي ان هو لسه محتفظ بكارت الاسد اللي اديتهوله البنت اللي انقذت حياته زمان. وبعدها بينزل من الطياره وبيرجع للغابه من تاني بعد ما خلص مهمته اللي كانت في السجن. ولما بيفتح التليفون بيلاقي اخوه ديمتري بعت له رساله وبيطمن عليه وبيقول له انه عايز يشوفه في يوم عيد ميلاده. وبعدها بيرجع للبيت بتاع امه اللي في الغابه وبنلاقي ان هو جهزه على اعلى مستوى وبقى عايش فيه كل حياته. وبعدها بكام يوم بنشوف عصابه وهي بتقتل الجاموس وبتسرق قرونهم، ولكن وهم طالعين من المكان بيتفاجئوا بوجود كريفن قدامهم وبيسالهم هم بيعملوا كده ليه، بس بيسخروا منه وواحد منهم بيقول له انهم اكتر منه ومعاهم سلاح فالاحسن انه يبعد عن طريقهم. وبيبداوا يحركوا العربيات فعلا، بس كريفن بينزل تحت العربيه بمهارته وبيطلع على اول 2 وبيخلص عليهم، وبيخش على السواق وبيخلص عليه برضه هو واللي جنبه. وزعيمهم بيضرب عليه نار بس بيعرف يتفاداه وبيجري بالعربيه، بس كريفن بيكون شاف نمر العربيه وبنلاقي زعيمهم وهو رايح لزعيم العصابه وبيبلغه باللي حصل في الغابه، لكن بيتفاجئ لما بيلاقي ان كريفن قاعد مكانه وبيلاقي انه واقف على دم زعيمه بعد ما كريفن خلص عليه. وكريفن بيساله على اسمه، واول ما بيلاقي اسمه بيخلص عليه وبيشطب على اسمه من القايمه اللي معاه، وبيطلع من المكتب وهو مخلص على الاتنين. وبننتقل لكليبسو بعد ما كبرت وبتكون في عزا اقرب صديقه ليها، وبتقول انها فخوره جدا انها كانت صاحبتها علشان كانت صحفيه مناضله، ولما قررت تفضح سيمون تشارني رئيس عصابه كروف خلص عليها. وكريفن بيكون واقف وسامعها، وبعد ما بتخلص بيروح يعزيها وما بتكونش عارفاه، بس بيفكرها بنفسه وبيوريها الكارت وبتتصدم لما بتعرف ان هو الطفل اللي انقذته زمان، وبيقول لها انه خلص على سيمون تشارني رئيس عصابه كروف. ولما بتروح بتبحث وبتلاقي خبر موته فعلا، وكمان بيبقى في جرائم كتير بنفس الطريقه لاشخاص مجرمين مختلفين، وبيكونوا الناس طلعوا عليه اسم الصياد، لكن الناس بتكون فاكراه اسطوره، وفي ناس تانية فاكراه ان كل دي قصص وخرافات، وان اللي بيخلص على الناس دي عصابه كبيره عايزه تستحوذ على السوق بالكامل ليها. وفي تاني يوم بيروح يقابلها وبيصارحها بكل حاجه، وان هو الصياد، وانه اكتسب قوه خارقه من اليوم اللي انقذته فيه، وانه عنده قائمه فيها اسماء المجرمين عشان يصطادهم ويخلص عليهم. وبيطلب منها بما انها محاميه وشغاله في اكبر مكتب محاماه في البلد انها تجيب له اسماء زعماء العصابات الكبيره اللي مش قادرين عليها، وهو هيتعامل معاهم ويخلص عليهم، بس بتقول له انها هتبقى تفكر وترد عليه بعدين. وبننتقل لأليكس اللي كان مع نيك وديمتري في رحله الصيد زمان، وبنعرف انه بقى زعيم عصابه كبيره، والمساعد بتاعه بيجي وبيقول له ان سيميون مات في زنزانته، وان اللي عمل كده هو الصياد، وبيبقى متضايق عشان سيميون كان من اهم رجالته. وكمان بيقول له انه وصل لمعلومات ان الصياد معاه قائمه فيها اسماء المجرمين، وان لو اسمه مكتوب فيها فبنسبه كبيره هو هيموت. بس أليكس مش بيهتم بكلامه وبيطلب منه انه يجيب له اخطر 3 رجاله من رجاله سيمون عشان حد منهم هيمسك الشغل من بعده. وفعلا بيجيبهم وبيروح أليكس يقابلهم وبيفهمهم انه كان شغال مع سيمون تشارني، واخر واحد هيفضل بينكم هيكون هو الزعيم مكانه، بس بيسخروا منه عشان مش عايزين حد فيهم يخلص على التاني. فعلشان يعرفهم قوته بيفصل جهاز متوصل بجسمه، وساعتها بنلاقي جلده وشكله بيتغير، وفي واحد منهم بيخاف وبيضرب عليه نار وبيشيل من جسمه الرصاص وبيركب الجهاز تاني عشان يرجع لطبيعته. فكانوا لسه يضربوا عليه نار تاني، بس واحد من رجالته قناص بيخلص على اللي كان بيحاول يضرب عليه نار، فبيتبقى 2 منهم وبيقول لهم انه محتاج واحد فيهم كزعيم. ففي واحد منهم بيخلص على التاني بسرعه عشان ياخد هو المنصب، وأليكس بيقول له ان هو دلوقتي بقى الزعيم مكان سيميوني. وبننتقل للملهى الليلي بتاع نيك، وابنه ديمتري بيبقى بيغني فيه، وبيجي له الزعيم اللي مسك مكان سيميون، ونيك بيقول له انه هيوفر له الحمايه والتوزيع بمقابل مادي، وبيوافق. وساعتها بيستغرب نيك انه ما اتكلمش في اي حاجه ووافق على طول، فبيفهم ان ده فخ بس بيعرف يخلص عليهم. وكمان رجالته اللي في البار بتساعده وبتخلص على الباقي، بس بيكون اتصاب برصاصه في كتفه وبيتعصب على
على ابنه علشان جبان، وانه استخبى اول ما بدأ ضرب النار وما فكرش يدافع عن ابوه. وبننتقل لأليكسي ومساعده بيقول له ان المهمه فشلت وان نيك خلص على الرجاله بتاعتنا، وكمان بيقول له ان في حد ساب له فلاشه قدام باب بيته، فبيفتحها وبيلاقيها كاميرا مراقبه للسجن اللي هرب منه كريفن، وبيعرف ان كريفن يبقى ابن نيك وان هو الصياد. وبيقول للمساعد بتاعه انه يخلي شخص اسمه الاجنبي يتولى مهمه قتل الصياد. وفعلا بنشوف الاجنبي بيبدا مهمته وهو في السجن وبيشوف اي دليل يفيده، وبيجيله ضابط من السجن بس بنلاحظ ان هو عنده قوه خارقه، واول ما بيقلع النضاره بينيم الشرطي مغناطيسيا وبعدها بيختفي وبيظهر تاني وبيعرف يخلص على الضابط بكل سهوله. وبننتقل لكريفن وهو في المدينه وبيتسلق مبنى عملاق وبيخش يفاجئ اخوه بمناسبه عيد ميلاده، وبيقول له انه هيقعد معاه اليوم بالكامل، وبالليل بيروح البار عشان يحتفلوا بعيد ميلاده. وساعتها بيجيله ابوهم وبيسلم عليه، بس كريفن ما بيكونش لسه قادر ينسى اللي حصل ما بينهم زمان، بس بيسلم عليه بالعافيه وبيحاول يقول له انه يرجع يعيش معاهم تاني وينسى اللي حصل، لكن بيبقى من غير فايده. ولما بيخلصوا بياخد اخوه بيروحوا البيت، ومش بيعرف ينام عنده بسبب انه متعود ينام في الغابه والهدوء بعيد عن الاجهزه والدوشه، فبينزل ينام تحت في الهدوء. والصبح بيطلع عشان يسلم على اخوه علشان يمشي، بس بيلاقي المكان متكركب وبيلاقي دم على سريره، وبيكتشف ان في عصابه خاطفه اخوه، فبيتعصب وبينط بسرعه من المبنى وبيجري ورا العربيه بسرعه، والعصابه بتخدر اخوه بحقنه. وكريفن بيستخدم قوته ومهاراته وبينط من المباني وفعلا بيلحقهم، وبيحاول يكسر ازاز العربيه بس بيكون مضاد للكسر، وبيفضل متعلق فيها وبينجح انه يفتح جزء من العربيه، بس العصابه بيضربوا عليه نار وبيعرف يتفاداها، ولكنه بيقع من العربيه وبيكملوا طريقهم. وبيوصلوا المكان في طياره هليكوبتر، وبيتفاجئوا لما بيلاقي انه بيجري عليهم وبيجيب شبكه وبيعلقها في الطياره وبيحاول يوقفها بكل قوته، ولما بيربطها في الارض في واحد بيضرب عليه نار، فبيجيب ماسوره وبينط وبيضربها فيه، والطياره بتزود سرعتها وبتعرف تفك الشبكه من الارض، بس بينط وبيتعلق فيها وبيفضل متعلق فيها لغايه ما بيخبط في نقطه انقاذ، والطياره بتهرب باخوه ديمتري. وساعتها بيروح كريفن لكليبسو وبيعرفها ان في عصابه خطفت اخوه، وكمان بيقول لها عن العلامات اللي لاحظها فيهم، وفعلا بتبدا تعمل اتصالاتها علشان تعرف. وبنروح لابو نيك اللي بيبعت لكريفن عشان يبلغه ان العصابه بعتت صباع ابنه ديمتريو، وبيبقوا طالبين 20 مليون فديه، وكريفن بيقول له يدفع عشان يرجعه، لكن نيك بيرفض انه يدفع، وبيبقى مش بسبب الفلوس لكن بسبب انه هيبان ضعيف، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض، وكريفن بيتعصب عليه وبيسيبه وبيمشي. وفي نفس الوقت كليبسو بتوصل لحده وبيقول لها ان اللي خطفه ديمتري واحد اسمه عمر عايش في تركيا، وبيدي لها كل المعلومات عنه، لكن بنكتشف بعد كده انه شغال مع الاجنبي وكان بيكذب عليها، وبعد ما بينفذ اللي هو عايزه بيخلص عليه، وبيتصل بأليكسي وبيبلغه ان الصياد رايح تركيا. وساعتها أليكسي بيتصل بعمر وبيقول له ان الصياد هيجيله وبيديله الامر انه يخلص عليه. وفعلا اول ما كليبسو بتقول لكريفن ان اللي خطفه اخوه واحد اسمه عمر وعايش في تركيا، بيبدا كريفن انه يتحرك على هناك، وبيوصل وبيتسلق مبنى مقر العصابه، وبيبدا يخلص عليهم واحد ورا التاني في هدوء لغايه ما بيحس بوجوده، لكن برضه بيعرف يخلص عليهم. وبيوصل لزعيمهم عمر وبيساله على اخوه، لكن هو بيساله بيلاقي ان في ناس بتضربه بصاروخ فبينط بسرعه. وقبل ما يموت عمر كريفن بيساله تاني وبيقول له عمر ان اللي خطف اخوه هو أليكسي، ورجاله أليكسي بيكونوا فاكرين ان كريفن مات بسبب الصاروخ، فبيصوروا علشان يثبتوا انه مات، لكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوه لسه عايش وبيخلص عليهم بكل سهوله. وبيتصل بكليبسي وبيقول لها ان اللي ادالها المعلومات كان شغال مع أليكسي عشان يعملوا له فخ، وانهم اكيد هيحاولوا يوصلوا لها دلوقتي، وبيقول لها على مكان تستناه فيه. وفعلا وهي بتتكلم بتلاقي رجاله جايه لعندها، فبتروح بسرعه تلم كل حاجاتها من المكتب وبتهرب من المكان. وبننتقل للاجنبي وهو بيشوف السلاح اللي بيستخدمه كريفن، وبرضه الشرطه لما بتشوفه في مكان الجريمه بيخلص عليهم بكل سهوله. وبننتقل لأليكسي وهو مع ديمتري وبيقول له ان الناس كانت بتقول عليه ضعيف وهو صغير زيه، لكن عرف يوصل لدكتور عمل له جهاز يخلي الناس كلها تحترمه وتخاف منه، لكنه مش بيحب يتحول للكائن ده غير في وقت الضروره، علشان لما بيتحول للكائن ده بيحس بألم رهيب جدا في كل جسمه. وبيعرض على ديمتري انه يكون شريكه لما يخلص على ابوه ويستولى على كل شغله، لكن ديمتري بيرفض انه يخون عيلته، وده بيعصب أليكسي جدا، بس بيقاطعه المساعد بتاعه وبيقول له ان كريفن لسه عايش وخلص على عمر وكل رجالته. وساعتها بيجي الاجنبي وبيقول لأليكسي انه عرف يوصل لمكان كريفن بسبب السلاح اللي بيستخدمه، علشان بيحط فيه سم من نبات نادر جدا، والنبات ده بينبت في غابه واحده بس في روسيا، وهو عارف مكان الغابه دي. وبعدها بنروح لكريفن اللي بيقابل كليبسو في المكان اللي قال لها عليه، وبياخدها للمكان اللي بيعيش فيه، وفجاه وهم في الطريق بنلاقي النمر بيهجم عليهم، لكن كريفن بيعرف يسيطر عليه، وبيبان انهم بيهزروا وانهم متعودين على كده. ولما بيخشوا كليبسو بتستكشف البيت اللي بيعيش فيه كريفن، وبتشوف كل اسلحته
بتكون بتعرف تستخدمهم علشان اتدربت عليهم وهي وصغيره في رحلات السفاري اللي كانت بتطلعها، وبتشوف انه بيعمل اختبارات كتير على نبات معين، وبيقول لها ان كل السنين اللي فاتت دي وهو بيحاول يعمل زي الدواء اللي اديتهوله وهو صغير، لكن لغايه دلوقتي معرفش. وبيسالها اذا كان معاها منه تاني، بس بتقوله لا وهو خلص من عندي. والكسي والاجنبي بيبداوا يتحركوا على مكان كريفن، وبيبقى معاهم رجاله كتيره جدا، والاجنبي بيكون معاه سلاح مخدر الطلقه منه بتخلي الواحد يشوف كوابيسه وبيهلوس، وبعد كده بيشيل الجسم تماما وبيموت، وبيخلي ديمتري يتصل باخوه كيفن، والكسي بيعرفه انه في الغابه بتاعته، وبيعرض عليه انه يبقى شريكه ومش هيعمل له حاجه وهيشتغلوا مع بعض، بس كريفن بيقفل السكه في وشه، ودي بتكون بمثابه اعلان الحرب ما بينهم. وساعتها بيبدا كريفن يحضر نفسه بكل اسلحته، والكسي كمان بيجهز رجالته عشان يخلصوا على كريفن. وفجاه بنشوف النمر صاحب كريفن وهو بيهجم عليهم وبيخلص على جزء منهم، وديمتري بيستغل الفوضى وبيهرب، بس الاجنبي بياخد باله منه، وكريفن بيبدا يخلص على رجاله الكسي واحد ورا التاني، وفي جزء منهم بيخلص عليهم بالافخاخ اللي عاملها في الغابه. ولما الكسي بيسمع صوت صريخ رجالته بيعرف انه بدا يتهزم، فبيستعين بطياره هليكوبتر وبتبدا تضرب صواريخ وبتولع في كل الغابه، وكريفن بيحاول يتفاداها، وكليبسو بتشوف اللي بيحصل وبتقرر انها تروح تساعده. وفي ظل ما كريفن بيهرب من الحرايق اللي في الغابه، الاجنبي بيصيبه بالمخدر وبيبدا يشوف هلاوس وكوابيس فعلا، وكوابيسه بتبقى عباره عن عناكب، وده بسبب سبايدر مان. وبيتخيل انه بيضرب الاجنبي، لكن في الحقيقه انه كان بيضرب في شجره، وقبل ما الاجنبي يموته بتيجي كليبسو وبتضرب سهم على الاجنبي وبتخلص عليه، وبتروح على كريفن وبتلاقيه بيموت، فبتشربه من الدواء السحري بتاع جدتها القديم، وساعتها بيفوق وبيقول لها انه كان عارف انها معاها تاني من الدواء ده. والكسي والباقي من رجالته بيبقوا فاكرين ان كريفن مات، فبيبداوا يمشوا من الغابه، وبيلاقي ديمتري في طريقهم وبياخدوه معاهم، لكن وهم في طريقهم بيهجم عليهم قطيع من الجاموس، فبيقرر الكسي انه يشيل الجهاز عشان ما يتاثرش من التصادم اللي هيحصل. وفعلا قطيع الجاموس بتهجم على العربيات وبتخلص على كل رجاله الكسي، وكريفن كمان بيجي وبيبدا في الهجوم عليه، لكن الكسي بيكون تحول بشكل كامل، وهما الاتنين بينطوا وبيتقاتلوا مع بعض، لكن الكسي بيكون اقوى من كريفن بكتير وبيحاول يخلص عليه بكل الطرق، لكن كريفن مش بيعرف علشان الكسي بيكون اقوى منه بكتير. والكسي كان لسه يقتل كريفن، لكن كريفن بيلاحظ مكان وجود الجهاز فبيضربه بحديده فيه، وده فعلا بيأثر فيه وبيضعفه، وبيستغل كريفن اللي حصل وبيقدر انه يربطه بحبل كبير من المعدن، وبيرميه وسط قطيع من الجاموس وكلهم بيعدوا عليه. وكريفن بيروح له قبل ما يموت وبيسأله مين اللي بعت له الفيديو بتاعه وهو بيهرب من السجن، فقال له الكسي ان ابوه هو اللي بعت له الفيديو، وكريفن بيتصدم لما بيعرف، وساعتها فعلا بيموت الكسي تماما، وبيكون كريفن خلص عليهم كلهم وعرف ينقذ اخوه. وبعد فتره بنشوفه هو مع ابوه وبيواجهه ان هو اللي بعت الفيديو لالكسي، ونيكي بيقول له ان هو ابوه واكيد عارف ان هو الصياد حتى كمان لو مش عايش معاه، بس اكيد عارف بسبب تصرفاته وطريقته في قتل الناس وطريقه القتال نفسها. وكمان نيكي بيقول له ان الكسي كان اكبر منافس ليه، وانه ما كانش عارف يخلص عليه لوحده، لان عصابه الكسي اكتر واخطر من عصابته، وانه لو كان قال لكريفن يخلص عليه كان هيرفض، فخلى الكسي هو اللي يبدا بالقتال مع كريفن علشان عارف ان كريفن هيخلص عليه، وخلى الكسي يعمل كده بسبب الفيديو اللي بعته له. فكريفن بيقوم وقبل ما يمشي بيقول له انه كان بيخلص على كل المجرمين وكل العصابات الا هو، علشان هو في الاخر ابوه، وانه لغايه دلوقتي مش عارف يعمل كده، وبيسيبه وبيمشي. وساعتها نيكي بيسمع صوت دب قريب منه وجاي عليه، فبيجيب السلاح بتاعه، لكن بيلاقي ان الطلق مش موجود فيه، والدب بيخلص عليه وبيموته. وبنلاحظ ان كريفن هو اللي اخذ الطلق من السلاح علشان يموت ابوه. وبعد مرور سنه بنلاقي ديمتري وهو في البار، وكريفن بيروح يهنيه بعيد ميلاده، وديمتري بيقول له انه بقى يروح لدكتور عشان يعالجه من الخوف اللي عنده، وبنعرف ان الدكتور ده نفس الدكتور اللي كان بيعالج الكسي. وكريفن بيلاحظ ان ديمتري بقى ليه علاقه بالعصابات الروسيه، وانه بقى ماسك كل شغل ابوه من بعد ما مات وبيسيبه وبيمشي. ولما بيروح وراه بيلاقي انه بقى عنده قوه خارقه، وهي التحول لاي شخص هو عايزه. وبنعرف انه اكتسب القوه الخارقه دي بسبب الدكتور، وبيفهمه انه بعد الكسي وابوه نيك ما بقاش في عصابه في روسيا، وانه هيكون العصابه الاولى والاكبر والاخطر في روسيا. لكن كريفن بيقول له انه مش هيسيبه يعمل كده، فديمتري قال له لو تعرف تمنعني امنعني. وبنفهم من كلامهم ان دي بدايه الحرب ما بينهم، وده اللي هنشوفه في الجزء الثاني، اللي انت لازم تشترك في القناه عشان يجيلك اشعار لما الخصهولك. وكلمه سر الحلقه دي هي 3 سبعات، واللي هينزل يكتبهم في الكومنتات هياخد مني احلى قلب. وبس ما تنساش تشوف فيديو من اللي قدامك دول، وكان معاك مندو والسلام.